بيبدأ الفيلم بتاعنا مع المصارع المحترف أوكتا وهو قاعد في أوضة تغيير الملابس وبيحاول بقدر الإمكان إن هو يكتب رسالة معايدة لبنته اللي عيد ميلادها النهارده، لحد ما بتنده عليه زميلته كوزما عشان يبدأ يسخن. في نفس الوقت ده بنشوف باول وده صديقه ومدير أعماله هو اللي مرتب له القتال بتاع النهارده، وبيكون باين على أوكتا إن هو مركز جامد جدا عشان يفوز في الماتش، لأنه محتاج يخلص الماتش ده بسرعة وياخد بعضه ويروح لبنته عشان يعيد معاها. لحد ما المنافس التاني بيوصل لاخر صبره بيسال باولو بيقول له هو لحد امتى هيفضل يسخن، فبيرد عليه باولو بيقول له انهم بيرتبوا كل حاجه واول ما يخلصوا هيكلموه تاني، فبيرد عليه وبيقول له ان هم لو فضلوا ياخروا في الماتش اكتر من كده مش هيلعبوا، وبيسيبه بيدخل الاوضه عشان يكلم بنته ويعيد عليها، بيوعدها ان هو هيوصل في ميعاده قبل ما عيد ميلادها يخلص، لكن هي بترد عليه وبتقول له ان هم من بدري بادئين الحفله والناس قربت تمشي وانت لسه ما جيتش، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو عنده شغل مهم هيخلصه بسرعه ويجي، فبتقول له ان هي مستنياه لانها ما اكلتش اي حاجه ومستنيه كيكه اللي هو وعدها بيها. وبتدخل كوزما اثناء ما هو بيتكلم وبتطلب منه ان هو يكلم باول عشان هو وعدها ان هو هيزودها في المرتب، لكن مش بيقبضها المرتب الاساسي بتاعها اصلا. فبيرد عليها اوكتا وبيقول لها ان هو مش بيفهم في حوار الفلوس والحسابات والكلام ده، فبتطلب منه ان هو يكلم باول على الاقل، فبيوافق وبيقول لها ماشي. وبعد كده اوكتا بيوريها صوره القطه عايز يجيبها لبنته في عيد ميلادها من ملجأ، وساعتها هي بتكرر كلامها تاني عليه وبتطلب منه ان هو يكلم باول، فبيوعدها ان هو هيكلمه بعد المباراه اللي هيلعبها. في نفس الوقت ده الجماعه اللي بيرتبوا وبينظموا المباراه اتصلوا بباول وحددوا له ان هم هيكونوا جاهزين خلال ربع ساعه بالظبط، فبياخد اوكتا وبيركب العربيه وبيتجهوا لمكان المباراه بسرعه، وهم في الطريق بيبان على اوكتا ان هو متضايق، وده بسببين. السبب الاول ان هو مش عارف يكتب كارت معايده لبنته، السبب الثاني ان هو خايف يتاخر وما يوصلش في الميعاد. ولما باول بيشوف الحاله دي بيحاول ان هو يساعده انه يكتب كارت معايده عشان يخرج اوكتا من حاله الضيقه اللي هو فيها، وبعد كده بيغيروا الكلام وبيقول له انت مالكش اي ذنب ان عيد ميلاد بنتك يصادف الميعاد اللي هيتلعب فيه الماتش ده، وبعد كده بيقول له الغلطه غلطتك وده بسبب ان انا نصحتك انك ما تتجوزش في سن صغير، لا ومش اتجوزت بس ده انت جايب طفله كمان، ده غير ان انت عايز تعمل كل حاجه على اكمل وجه من غير ما تاثر مع حد ولا مع شغلك ولا مع طفلتك. وقبل ما بينزلوا من العربية بيطلب من باول ان هو يروح يجيب القطة من الملجأ عشان تبقى جاهزة وياخدها ويروح على طول. ساعتها باول بيهديه وبيقوله ان هو هيعمل له كل اللي هو عايزه، لكن لازم يكسب الماتش اللي هو داخله، بيفضل يحمسه وبينزلوا بعد كده من العربية. المهم اول ما بيدخل المكان بيقابله زعيم عصابة اسمه تشينو ومعاه اخوه، بيقوله ان هو بعد النزال هيعزمهم على مشروب، لكن باول بيقوله ان هو بعد ما يخلص هيشوف حوار العزومة ده، فبيرد عليه تشينو بيقول له ان هو هيعزمه على مشروب ومفيش نقاش في الموضوع ده، وبيعرفهم ان هو راهن على فوز اوكتا. في نفس الوقت ده الشخص اللي هيلعبه اوكتا خرج من اوضه التمرين، واول ما بيشوف اوكتا بيعمل له حركه مستفزه عشان يقول له ان انت كده كده بالنسبه لي مجرد عيل ويستحسن انك تروح تنام. ساعتها تشينو بيقرب جنب اوكتا كده وكانه صاحبه من سنين، بيقول له ان هو عايزه اول ما يدخل القفص مع الشخص ده يخلص عليه بسرعه، لكن اوكتا بيتعصب عليه لانه مقرب منه جامد. وبعد ما بيدخل اوكتا الاوضه عشان يجهز نفسه للمباراه، باول بياخد الساعه بتاعته بيوصلها بالتليفون بتاعه. بعد ما بيطلع باول من الأوضة بتتصل مينا بأوكتا، ومينا دي هي مرات أوكتا وأم بنته، لكن هم منفصلين عن بعض وده بسبب ان هو كان مقصر في حقهم. المهم هو اول ما بيرد عليها هي بتتعصب عليه وبتقول له طالما انت مش هتيجي ايه اللي خلاك توعد بنتك بحاجه انت مش هتقدر تعملها، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو يخلص اللي في ايده في اسرع ما يمكن وهيوصل في الميعاد، لكن هي مش بتهتم بكلامه وبتتعصب عليه اكتر وبتقول له ان انت بتلعب ماتش يعني هتيجي مضروب ويمكن ما تجيش اصلا وتروح على المستشفى، وبيحاول يفهمها ان هو هيوصل في الميعاد، بس هي بتقول له ان بنته ما رضيتش تاكل اي حاجه من الصبح عشان تاكل الكيكه اللي هو وعدها بيها، وبعد كده بتقفل في وشه. في نفس اللحظه دي بيدخل باول عشان يطمن على اوكتا، لكن بيكتشف ان هو متعصب جدا وده بسبب الكلمتين اللي قالتهم له. ساعتها اوكتا بيقول لباول ان هو محتاج يوصل للحفله قبل الساعه 6، فبيرد عليه باول وبيقول له ان هم محتاجين الفلوس بتاعه المباراه دي، بيقعدوا ان هو اول ما يخلصوا المباراه دي هياخدوا بالعربيه ويمشي باقصى سرعه عشان يوصلوا لحفله بنته. فبيرد عليه اوكتا بيقول له ان بنته ما رضيتش تاكل لانها مستنياه هناك، فباول بيستغل عصبيه اوكتا وبيقول له ان السبب في اللي هو فيه دلوقتي هو الخنزير اللي هو هيلعبه كمان شويه، وبيطلب منه ان هو يمسح بوشه بلاط الحلبه عشان يتعلم يحترم المواعيد بتاعه المباريات. المهم وهو طالع من الاوضه كوزما بتقابله وبتقول له ان هو عشان يكسبه لازم يسحبه للارض عشان يقدر يكسبه بسهوله. في نفس اللحظه دي مينا بتخلي المحامي بتاعها يكلم اوكتا وبيقول له ان هو لو ما وصلش في الساعه 6 بالظبط هيرفعوا قضيه عشان مينا تاخد حضانه البنت لوحدها، بيقول له ان هم معاهم كل الاسباب القانونيه اللي تخليهم يكسبوا القضيه دي، فبيتعصب عليه اوكتا وبيقول له ان دي بنتي برضه، فبترد عليه مينا وبتقول له لو كانت بنتك فالشخص اللي كان بيعتني بيها لمده 7 سنين هو انا وانت ما كنتش قاعد اصلا، تديله فرصه ساعه واحده يا يوصل فيها يا هترفع قضيه الحضانه الفرديه. طبعا اول ما اوكتا بيسمع الكلام ده بيتجنن وبيسيب النزال اللي هيخشه كمان دقيقه وبيروح على اوضه تغيير اللبس، بيخلع القفازات بتاعته وبيلبس لبسه وبيخرج بره المكان باسرع ما يمكن، وبيظبط الساعه بتاعته على ساعه بالظبط،
فبيروح باول وراه عشان يحاول يقنعه انه يكمل النزال، لكن اوكتا بيقول له ان مينا هترفع قضيه حضانه فرديه وده اللي هيخليني مش هقدر اشوف بنتي تاني. واول ما اوكتا بيخرج من المبنى شينو بيطلب من رجالته ان هم يروحوا وراه عشان يرجعوه يدخلوه القفص غصب عنه، ده بسبب ان هم راهنوا بفلوس كتير عليه، ومعنى ان هو ما لعبش النزال يبقى هم خسروا الفلوس اللي رهنوها. لكن اوكتا بيقدر يركب التاكسي ويهرب منهم، وفي نفس اللحظه دي بيتصل باول باوكتا وبيطلب منه ان هو يرجع للحلبه، فبيرد عليه اوكتا وبيقول له هو مين شينو ده اصلا، ولما بيساله ليه فبيرد عليه وبيقول له ان هو خلى رجالته يطاردوه، فبيرد عليه باول وبيقول له ان هو هيحاول يهدي الامور هنا لحد ما انت ترجع. لكن اوكتا خلاص مش مهتم بالنزال، وكل اللي مهتم بيه ان هو يوصل لبنته في الميعاد المحدد عشان ما يخسرهاش. لكن للاسف التاكسي اللي كان راكبه اوكتا مش بيقدر يمشي بسرعه، وده بسبب الزحمه اللي قدامه، واول ما بيبص وراه بيكتشف ان رجاله تشينو بيطاردوه، فبيضطر ينزل من العربيه بسرعه ويكمل بقيه طريقه جري. لكن بيتفاجئ ان رجاله تشينو حاصروه من كل اتجاه لحد ما بينزل له تشينو بذات نفسه، بيقول له ان هو عايزه يركب العربيه بمنتهى الهدوء من غير اي شوشره، وده ليه هو عشان عايزه يدخل الحلبه من غير ما يكون مكسور له ضلع او مخلوع له فك. لكن اوكتا مش بيهتم بالمباراه، وكل اللي بيهمه دلوقتي ان هو يوصل لبنته باسرع ما يمكن، فما بيكونش قدامه غير حل واحد بس، ان هو يشتبك مع رجاله تشينو. بيقدر يوقع منهم كذا راجل، لكن بسبب كثرتهم بيقدروا يفقدوا له وعي. ساعتها تشينو بيطلب منهم ان هم يحطوه في العربيه عشان يرجعوا بسرعه للحلبه، لكن لحظهم السيء ان هو فاق في العربيه وعينك ما تشوف الا النور. اشتغل يطوح الضرب فيهم من غير اي تفاهم، بيطلع من العربيه وبيهرب. وامه بتتصل بيه وبتقول له ان مينا اتصلت بيهم وقالت لهم ان هم مش هيقدروا يشوفوا حفيدتهم، فبيقول لها ان هو حوار ما بينهم وبيحاول يحله. فبترد عليه امه بتقول له ان ده باين عليه مش حوار بسيط، فبيقول لها ما تخافيش وان هو يخليها تشوف حفيدتها وبيقفل معاها. في نفس الوقت ده بيتصل باول باوكتا وبيقول له ان تشينو كان مراهن عليك بمبلغ $75,000، ولما اوكتا بيساله بيقول له هو النتيجه بتاعه النزال كانت مدبره من الاول، فبيرد عليه باول وبيقول له ايوه، وبعد كده باول بيقول له ان هو هيحل الامور بسرعه لكن مش عايزه يتعامل معاهم خالص، فبيصدموا اكتر وبيقولوا ان هو ماسكهم ضرب كلهم. وبعد كده اوكتا بيطلب من باول ان هو يمشي من المكان اللي هو فيه لان الناس دي خطر، وبيقفل معاه وبيجري لان في اللحظه دي بيكون رجاله تشينو بيطاردوه. المهم فضل يهرب لحد ما وصل للصاله اللي كان بيتمرن فيها، وبيطلب من كوزما وكل اللي قاعدين في الصاله ان هم يساعدوه. في نفس اللحظه دي بيدخل اخو تشينو للصاله وبتبدا معركه طاحنه ما بينهم، كل واحد فيهم ماسك واحد وقاعد يضرب فيه. ولما بيحاول اوكتا ان هو يهرب من الشباك اللي موجود في المكتب، بتدخل له كوزما بسرعه وبتحاول تفهم منه هو ايه اللي بيحصل، فبيفهمها ان الناس دول عايزين يرجعوه للحلبه تاني عشان هم مراهنين عليه بمبلغ كبير، وهو للاسف مش هيقدر يرجع للحلبه تاني، وده بسبب ان مينا عايزه تاخد الحضانه بتاعه بنته. ساعتها كوزما بتستغل الفرصه وبتقوله ان هي عايزه نسبه 20% من الصاله اللي هم فيها دلوقتي والا هتسيبهم عليه. كان هو بيطلب منها ان هي تروح تجيب الكيكه اللي جايبها هديه لبنته، وهو هيروح يجيب القطه بحيث ان هو يوفر وقت. بعد ما بيطلع من الصاله بيكتشف ان برضه رجاله تشينو بيطاردوه، وبيفضل يجري لحد ما بيلاقي عربيه شرطه فبيقف جنبها عشان ما حدش فيهم يقرب جنبه. لكن في اللحظه دي بيكون في واحد هيخبطه بالعربيه. لما الضباط بيطلعوا من العربيه اوكتا بيشتمهم وبيكون عايز يمشي، لكن هم اول ما بيتشتموا بيقبضوا عليه على طول بيركبوا العربيه معاهم. بعد كده بيحاول يعرف منهم هم ياخدوه على انهي اسم عشان يعرف ان كان هيكون قريب من بنته ولا لا، فبترد عليه الشرطيه وبتقول له مش عايز نوديك البيت بالمره، احنا ماشيين في الطريق. في نفس الوقت ده بتيجي رساله لاوكتا من كوزما بتقول له فيه ان هي مش هتقدر تدفع ثمن الكيكه، وده بسبب ان الكارت بتاعها وقف. ساعتها وقتها بيتعصب، وفي نفس الوقت ده الشرطيين بيفتكروا ان اوكتا بيتعصب عليهم، فبيتعصبوا عليه، فبيتعصب هو كمان عليهم اكتر. واثناء حفله العصبيه اللي هم بيتعصبوا على بعضهم دي بيكتشف اكتر ان عربيه العصابه بتخبط عربيه الشرطه وبتقلبها، لكن بيخرج منها اوكتا سليم من غير اي اصابه. واول ما بيخرج من العربيه المقلوبه بيشتبك مع اخو تشينو وبيمسك منه مسدس وبيفكه وبيرميه في الزباله، بياخد بعضه وبيهرب من المكان بسرعه. في نفس اللحظه دي بيتصل باوكتا وبيقول ان هو محتاج يرجع للحلبه بسرعه عشان لو ما رجعش تشينو هيخلص عليه. فبيرد عليه اوكتا وبيقول له طول ما الماتش ما تلعبش اصلا يبقى تشينو ما خسرش فلوسه. فبيرد عليه باول وبيقول له ان الكلام ده بيحصل لو كان النزال شرعي، لكن النزال اللي هو داخل فيه مكان مش شرعي. لكن اوكتا بيقفل السكه في وشه ومش بيهتم بالكلام اللي بيقوله اصلا. المهم قبل ما بيدخل اوكتا المحل اللي هيشتري منه الكيكه بيبعت رساله لمينا وبيتاسف لها ان هو كان السبب في ان بنته ما اكلتش لحد دلوقتي، لكن هو بيقول لها ان هو هيجيب الكيكه وهيجي على طول. وبالفعل بيدخل عشان ياخد الكيكه ويمشي، لكن بيتفاجئ باخو تشينو وبياخد في وشه ساعتها، وبيحاول يتفاهم معاه باسلوب هادي جدا وبيطلب منه ان هو يسيبه يروح حفله بنته وبعد كده يعمل لهم اللي هم عايزينه. لكن اخو تشينو بيتعصب عليه وبيزق الكيكه في الارض وبيبهدلها. هنا بقى اوكتا بيغيب عن الوعي ويبقى زي الطور الهايج. بيمسك اخو تشينو ومش بيسيبه الا لما كوزما بتبعده عنه. واول ما بيخرج من المحل بيلاقي ان في 3 رجاله بيطاردوه، لكن فجاه بيجي واحد اسمه ريكو وبيجيب له الموتوسيكل وبيطلب منه ان هو يركب معاه عشان يهربوا. بالفعل اول ما بيركب وراه بيطلب منه ان هو يوديه للمترو عشان يقدر يوصل لبنته بسرعه، لكن بنتفاجئ ان ريكو اخد اوكتا وراح بيه عشان يسلمه لعصابه تانية.
واول ما بيشوفوه بيطلبوا منه ان هو يقعد على الكرسي وبيربطوه فيه لحد ما بتيجي زعيمتهم وبتساله انت شغال لحساب مين، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو مش شغال لحساب حد، هو شغال لحساب نفسه بس. ساعتها بيرشوا حواليه بنزين عشان يهددوه. بتساله السؤال التاني، بتقول له هو انت ليه ما لعبتش الماتش؟ فبيرد عليها وبيقول لها ان بنته عيد ميلادها النهارده ومراته عايزه تاخد الحضانه الفرديه ليها. ساعتها بتساله على اسم بنته فبيقول لها اسمها الاول، ولما بتطلب منه ان هو يقول لها على اسمها كامل مش بيرضى، لدرجه انهم بيهددوه ان هم هيولعوا فيه بالنار. كان بيفضل مصر ان هو ما يقولهمش على اسمها كامل، وده خوفا على بنته منهم. ساعتها زعيمتهم بتقدر ان هو مش عايز يقول لهم على اسمها عشان خايف عليها، وبعد كده زعيمتهم بتطلب من الراجل بتاعها ان هي تكلم تشينو، واما بيرد عليهم بيقول لهم ان هو خلاص قرب يمسك اوكتا، لكن بيعرفوا ان الشخص اللي هو بيدور عليه مسكوه وبيقولوا له على المكان اللي هيلاقوه فيه. وبعد ما زعيمتهم بتمشي من المكان، اوكتا بيفهم ان زعيمتهم ادتهم اوامر ان هم يخلصوا على تشينو واوكتا، لكن هو بيقرر ان هو يهرب من المكان وبيتجه بسرعه ناحيه المترو وبيلحقوا في اخر لحظه قبل ما يتحرك. وبعد كده بيطلب من الناس اللي قاعدين في المترو معاه لو كان معاهم اي اداه حاده يقدروا يقطعوا بيها الحبل اللي مربوط بيه، فبتقوم له بنته صغيره بتقطع له الحبل. ساعتها هو بيقعد وبيشوف في الاخبار وهي بتتكلم عن عربيه الشرطه اللي اتقلبت والمسجون اللي فيها اللي هرب. في نفس الوقت ده بنته بتتصل بيه وبتقول له انت بتكذب عليا ومش هتيجي، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو في المترو جاي، فبترد عليه وبتقول له ان صحيح امها عندها حق وان انت مش هتيجي، وتعرفوا ان هي تاكل من الكيكه اللي هي عاملاها امها ومش هتستناه، وبتقفل في وشه. المهم بسبب المجهود اللي عمله بينعس شويه في المترو لحد ما يوصل للمحطه بتاعته. ولسوء الحظ اول ما بينزل المحطه بتاعته بيكتشف ان الراجل اللي كان قدامه في المباراه بيلاقيه في المحطه اللي نزل فيها. ساعتها هم من اول ما بيشوفوه بيفضلوا يطاردوه لحد ما بيدخل اوكتا النايت كلاب، هناك بيقتل واحد فيهم وبيقدر يفوز عليه. لكن الراجل ده مش بيسكت وبيمسك حته من الازاز المكسور وبيطعن اوكتا بيها، برغم ان الراجل التاني كان خصمه، اللي انه اول ما بيشوف الراجل بتاعه طعن اوكتا في بطنه بيضربه، لكن ده ما بيخليهوش يسيب اوكتا في حاله. بيبدا ما بينهم قتال من اشرس القتالات اللي ممكن تشوفها، برغم ان اوكتا متصف بطنه بسبب الطعن اللي اخدها والمجهود اللي عمله، الا انه بيقدر يتعامل مع خصمه بمنتهى الاحترافيه لحد ما بيفوز، وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي. واول ما بيخرج من المكان بيكتشف ان باول كان بيعرف مكانه من خلال الساعه اللي رابطها على تليفونه. ساعتها بيفصل الاتصال ما بين الساعه والتليفون بتاع باول، وبيقعد يستريح شويه، وبعد كده بيوجه كلامه ليه وبيقول له ان انت اللي كنت بتدلهم على مكاني. فبيرد عليه وبيقول له ان هو كان بيساعدهم عشان يرجعوك للحلبه تاني. ساعتها اوكتا بتكون متعصب منه على الاخر وبيقول له انه يمشي من قدامه عشان لو قام هيزعله، فبيحاول باول ان هو يقنعه ان هم هيشتغلوا معاهم، لكن بيكون باين على اوكتا ان هو مش عايز يشتغل مع الناس دي لانهم كانوا عايزين يخلصوا منه. وبعد ما اوكتا بيقوم بياخد سكوتر من اللي موجودين في المكان وبيتجه بسرعه لملجأ الحيوانات عشان يجيب الهديه لبنته، ومش بيكون متبقي قدامه غير 17 دقيقه و33 ثانيه. بعد كده بنشوف اوكتا وهو متجه لبيت عيلته عشان يعالج الجرح اللي متصاب بيه. اول ما امه بتشوفه بتقول له انت ليه نطيت من الشباك؟ ما كنت تدخل من الباب عادي. بس هو مش بيرضى يقول لها ان في ناس بتطارده وان يدخلوا من الشباك ده من ليهم. المهم بعد ما بيطهر الجرح بتاعه بيقعد يستريح شويه. في نفس الوقت ده باول بيتصل باوكتا وبيعتذر له، بيطلب منه ان هو يسامحه، وبيعرفوا ان هو دخل مباراه زي دي على فلوس وغير شرعيه، ده كله عشان هم كانوا داخلين على مشاكل ماليه كبيره، والمباراه اللي كان هيلعبها النهارده كانت هتحل لهم كل المشاكل. لكن بنتفاجئ ان باول كان تحت تهديد السلاح من تشينو، ده عشان يعرف فين مكان اوكتا ويروح يجيبه من قفاه. لكن اثناء كلام باول حس اكتر ان في حاجه غلط وان باول في خطر. ساعتها بيقول له ان هو مش هيقدر يروح لبنته، فاضطر ان هو يروح يقعد عند صديق ليه وبيقفل السكه معاه. وبعد كده بيكلم امه وبيسالها هو كان اب سيء للدرجه دي. هنا بيتدخل ابوه بيرد عليه وبيقول له ان انت الحاله اللي انت كنت فيها حاله خوف من انك تخذل بنتك زي ما بتخذل اي حد بيعتمد عليك. ساعتها اوكتا اول ما بياخد الكلمتين دول في جنابه بياخد بعضه وبيطلع من الشباك زي ما دخل. وبعد كده اوكتا بيتصل بباول وبيقول له ان هو يروح لملجأ الحيوانات دلوقتي. بعد كده اتصل بريكو وقال له ان هو عنده استعداد انه يسلمهم تشينو، بس مقابل ان العصابه اللي هو فيها تسيبه في حاله. فبيوافق ريكو وبيقول له ان هو ما يتدخلش الشرطه مهما يحصل، فبيطمنه اوكتا وبيقول له انه مش هيخلي الشرطه تتدخل خالص. لكن بمجرد ما بيقفل معاه بيتصل بالشرطه وبيبلغ على العصابتين ان هم هيكونوا في المكان ده، وبيقول لهم ان هم لازم يجيبوا فرقه قوات خاصه عشان العصابتين دول هيكونوا مسلحين. وبيقفل معاهم. واول ما بيوصل اوكتا لملجأ الحيوانات وبيخبط على الموظف جوه، الموظف بيقول له ان هم قفلوا ممكن يجي بكره. فبيطلب منه اوكتا بمنتهى الهدوء ان هو يدخل ياخد القطه ويمشي. فبيرد عليه الموظف وبيقول له ان هي سهله كده، لكن عشان تاخدها في اجراءات واوراق لازم تخلص، هتاخد مش اقل من ساعتين. لكن اوكتا بيكسر الباب وبيدخل عشان ياخد القطه غصب عن الموظف. ولما اوكتا ياخد القطه وكان هيخرج من الباب الخلفي بيكتشف ان في راجل من رجاله تشينو كان مستنيه، واول ما بيطلع بيهدده بالسلاح وبيطلب منه ان هو يروح معاه من غير اي مقاومه. ولما بيبص على الساعه بتاعته بيكتشف ان باقي اقل من 5 دقايق عشان يوصل لبنته. واول ما بيوصل لتشينو بيهددهم وبيقول لهم ان هم الاثنين هيشتغلوا معاه برضاهم او غصب عنهم. بيقول لهم ان هو عارف كل حاجه عن عيله كل واحد فيهم، ولو حد فكر انه يشغل دماغه ولا يضايقني هندمه ندم عمره. في نفس اللحظه دي العصابه بتاعت ريكو وصلوا للمكان وبدا ما بينهم ضرب نار غير طبيعي.
ساعتها بيدخلوا المبنى ومعاهم تشينو، وهناك تشينو بيفقد اعصابه وبيفضل يهددهم بالسلاح وبيقول لهم ان هم اللي سلموه لعصابه ريكو. ساعتها بيضرب باول بالرصاص مرتين وبعد كده وجه مسدس ناحيه اوكتا عشان يضربه بالنار، لكن لحسن حظه كوزما وصلت في اخر لحظه وقدرت تبعد تشينو عن اوكتا. ساعتها اوكتا بيستغل الفرصه وبيبدا يضرب تشينو لحد ما بيعمل في وشه خريطه. في نفس الوقت ده برضه بتكون الشرطه وصلت. لما بنرجع لتشينو بنشوفه هو بيضرب اوكتا بالحديده اللي في ايده لحد ما بتدخل كوزما وبتقدر تبعده عنه شويه، لكن هو بيرميها من فوق. واول ما اوكتا بيشوف اللي حصل ده بيتجنن ومش بيشوف قدامه غير ان هو ماسك وش تشينو وماسح بيه بلاطه الارضيه. لكن برغم الضرب اللي اخده ده كله الا انه لسه في حيل يقوم عشان يخلص على اوكتا. لكن المره الثالثه بتتدخل كوزما في اخر لحظه بتقدر توقع تشينو على الارض، وفي نفس الوقت ده باول اخذ المسدس من على الارض وهدد بيه تشينو. واول ما باول واوكتا وكوزما بيتجمعوا اوكتا بيقول لكوزما ان النسبه بتاعتها زادت ل 25%، ولما باول بيسال 25% بتاعت ايه بيقول له ان دي علاوه. المهم اوكتا بياخد الهديه وبيتجه لبنته، لكن وهو ماشي في الطريق بيشوف تشينو في وشه فبيركن الهديه على جنب عشان يضربه تاني، لكن بيتصدم ان تشينو ما فيهوش حيل ياخد خطوتين تاني قدام وبيقع على الارض. ساعتها اوكتا بياخد الهديه وبيتجه لبيت طليقته عشان يقابل بنته، بس من كتر الضرب اللي اخده والمجهود اللي عمله ما كانش قادر يوصل للبيت ووقع قدام البيت. واول ما بنته بتشوفه بتروح له جري. ساعتها هو بياخدها في حضنه بيقول لها كل سنه وانت طيبه، ولما بتساله هو مش هيدخل جوه فبيقول لها ان هو مرتاح كده. في نفس الوقت ده طليقته بتشوف القطه اللي جايبها، ساعتها بتصرف نظر عن انها ترفع قضيه عشان تاخد حضانه البنت لوحدها. وبس كده، دي كانت كل حاجه النهارده، وسلام.